السلام عليكم متابعينا الكرام ومرحبا بكم. قصة اليوم قصة مغربية وقعت في بن سليمان اللي مدينة قريبة على مدينة المحمدية لواحد الأسرة كتكون 5 ديال الأفراد. الأم اللي الاسم ديالها فاطمة، والأب الاسم ديالو محمد، و3 ديال الوليدات. الأب كانت الخدمة ديالو صباغ، السيد خدام على راسو وكافي عائلته. المهم داكشي الأساسي كيوفروا ليهم، واخا ما كانش عنده واحد الدخل قار، ولكن الله سبحانه وتعالى كان ميسر ليه الامور وكانت حاضره البركه. محمد كانت العلاقه ديالو مع وليداته مزيانه. المشكل الواحد اللي كان عند محمد هي مراته فاطمه. من نهار ولدت الولد الاول وهي باغيه بنيته، لدرجه انها ولدت الولد الثاني والثالث وما جابش ليها الله البنت اللي كانت كتمناها. وفي الاخر كيبقى هذا قدر الله، الا ما كتبش ليها الله بنيته ربما ما عندها فيها خير. ولكن فاطمه ما كانت كتفكر بهذه الطريقه، كان خاصها البنت والسلام، وهذا الشيء اللي غادي يخليها تزيد تولد المره الرابعه، على امل هذه المره غادي يرزقها ربي بالبنت اللي كانت كتمناها. هذا الموضوع ديال تزيد تولد مره اخرى راجلها ما كانش موافقها عليه، غادي يقول لها الوقت صعاب وانت كتشوفي حنا بحرة غادي مع الزمان، والمعيشه راكي شايفاها بعينيك. الحمد لله ربي رزقنا من الذريه ماشي ما عندناش. كان راجلها دائما كيحاول يقنعها غير بالتي هي احسن باش تقتنع وتراجع على الفكره ديالها، ولكن كان راسها قاصح، همها الوحيد هو تكون عندها البنت. وفعلا فاطمه كدير غير اللي قال لها راسها. من بعد ما دازو شي شهور قلال فاطمه غادي تقول لمحمد باللي راه هي حامله. المشكل محمد ملي سمع هاد الخبر تعصب بزاف، حيت عارف التربيه ديال الولاد ماشي سهله، كيحتاجوا مجهود كبير وحتى المصروف على قد الحال. هذا اللي غادي يخليه يبقى هز الهم لذاك البنيته ولا الوليد اللي غتزاد. بدا يشوف حتى يعيا وتقبل الامر الواقع، ما عنده ما يدير. من بعد اشهر زادت البنت وسماوها نعيمه. السيده بكثرة ما كانت متشوقه البنت منين ولدتها وهي ما قدها فرحه، ولات البنت هي عينيها، لدرجه انها كانت دائما تفضلها على خوتها. دازت سنين وكبروا الولاد ونعيمه وصلت لسن المراهقه. في هذه الفتره السلوك ديال نعيمه غادي يبدا يتبدل، ولات كدير شي حوايج اللي ماشي هما هادوك، وعاد كتزيد تمرد على خوتها وباها، والام كتشوف وكتسكت، ما كانش كتدخل باش تعاقبها ولا حتى تعاتبها على داكشي اللي كدير فيه. بالعكس، فاش كتشوف باها ولا خوتها كيدابزوا معاها باش يحاولوا يربيوها، هنا فاطمه عاد كتدخل وكتبقى تغوت وتقول لهم هذيك بنتي وحتى شي واحد ما عنده الحق يضربها ولا يهضر معاها. ودائما كتقول لخوتها منين تزوجوا وديروا ولادكم ديك الساعه تربيهم كيف ما بغيتوا، اما هذه راها بنتي وحتى شي واحد ما يحط عليها يديه، وبنتي راها مربيه ماشي نتوما اللي غادي تربيوها لي. هاد التصرفات اللي كدير فاطمه راجلها ما كانش راضي عليهم، كان دائما كيدابز معاها وكيقول لها راه انت اللي غادي تخرجي على هاد البنت بالفشوش ديالك الزايد، راه غادي يجي واحد النهار اللي غتندمي فيه، وهذه راه ماشي تربيه. كان محمد دائما في صراع مع مراته بسبب هاد المشكل ديال الفشوش الزايد. ومن فوق هاد الشيء القرايه والو والصحابات اللي ما صالحينش كتقيل الدور معاهم في الزناقي وما كتحترم حد، وانت كتزيد تعاونيها وكتبيني ليها بانها غاديه في الطريق الصحيحه، واش حتى تجيلك بشي مصيبه عاد ندمي. المهم في ديك الفتره ولا محمد ومراته دائما في صراعات على ود بنتهم، هو كيبغي يربيها وهي كتجي ضده. واخا هو كان دائما كيقول لها راه انت اللي امها خاصك تنصحيها وتوريها الطريق الصحيحه، وهذه هي الفتره اللي غتحتاجك فيها بنتك، توريها الصحيح من الغلط. ولكن كيف ما ديما فاطمه ما كتسمعش وراسها قاصح. الحاجه الوحيده اللي كتقول لهم غير خرجوا سوقها، انا قاده بها وانا اللي غادي نربيها. هذا المشكل ولا نهار على نهار كيزيد يكبر، ونعيمه غير غاديه وكتزيد فيه. البنت ولات ما كتحترم حتى شي واحد منهم، حيت كانت عارفه اي حاجه دارتها ما غتجي من جهتها. حتى لواحد النهار في الحارس العام ديال الثانويه كيتصل بالاب ديالها وكيعلمو بان البنت ديالو هذه اكثر من 10 ايام ما كتجيش تقرا. السيد غير سمع هاد الهضره تصدم، لان في هذه المده كامله كانت نعيمه كتنوض وتلبس حوايجها وتخرج على الصباح على اساس كتمشي تقرا. حتى كيتصدم بها بهذا الخبر. اذا فين كانت كتمشي هذه المده كامله؟ وعلاش كانت كتكذب عليهم وكتقول لهم راني غاديه نقرا؟ هنا باها بدا كيدخلوا الشك من جهتها، والاسئله ولات كتدور في راسو. مباشره بعد هذا الخبر حتى لقى راسو في الدار وكيغوت عليها ومعصب منها بزاف. كيقول لها غير قولي لي هاد المده فين كنتي كتمشي، الا ما هضرتيش وقلتي لي فين كنتي كتمشي هاد النهار نصفيها ليك.
كيقول لها انا كنقيل في سماره باش ما تخاصكم حتى حاجه، وانت كتخدمي التحرميه مور ظهري. وهي مع الوقاحه ديالها كتجاوبه بكل بروده وكتقول ليه هذه حياتي ندير بها اللي بغيت، واصلا داك القرايه ما عندي ما ندير بها. با غير سمع هاد الهضره وهو يجهل عليها، كان غادي يقتلها، غير خوتها اللي بزز باش فكوها منه. مراتو منين شافت البنت كيضربها ناضت كدابز معاه وكتقول ليه ما تحطش عليها يديك، وهو يقول لها انت السبب، انت سبب هاد المشاكل كامله، باش البنت ما بقات كتحترم حتى شي واحد في هاد الدار. المهم المشكل كبر. فاطمه جمعت حوايجها ومشات هي وبنتها لدارهم، وهذا اكبر غلط كيديروه الوالدين، لان البشوش بزاف كيدمر التربيه ديال الاولاد. المهم منين دازت سيمانه وبردات القضيه، محمد نعس الشيطان وقرر يمشي للدار ديال نسابو باش يرجع مراته وبنته للدار، وداكشي اللي دار. وهنا البنت بقات مصره على القرار ديالها بان القرايه ما كتدخلش ليها للدماغ وراها غير كتضيع الوقت في المشي والمجي بلا فايده. علاش ما نتعلمش شي حرفه؟ واخا الاب ديالها كان باغيها تكمل قرايتها، ولكن منين شافها ما عينيها في قرايه ما لقى ما يدير، شاف حتى عيا وقال لها تحملي مسؤوليتك، انا درت اللي عليا وما تجيش تلوميني من بعد. وداكشي اللي وقع. في هذا الوقت حبست نعيمه من القرايه ومشات تتعلم الحلاقه في واحد المدرسه بريفي. في الاول كانت الامور غاديه عادي، واخا باها كان ديك الوقت ازم ماديا، وهكا كبر وبقى كيخلص ليها شهريا المدرسه اللي كتعلم فيها، غير على الله تعلم شي حاجه اللي تنفعها في حياتها. بقات الامور راضيه على هذا الحال حتى لواحد النهار فاطمه غادي تسمع الدقه مجهد في الباب، غير غادي تحل غتلقى واحد الولد صغير كيقول لها عتقي خالتي فاطمه راه ولدك شاد نعيمه وكيضربها في الشارع. حتى الناس ديال الحومه سمعوا غواتهم وتجمعوا عليهم. امهم غير سمعت هذا الخبر مشات كتجري تشوف شنو واقع. فعلا منين وصلت لقات الولد شانق على البنت وكيضرب فيها. منين بدات كتفك فيهم كتقول لي اشنو واقع اشنو كاين، قال لها بنت كتمشي مع واحد الشمكار وكتدخل معاه حتى لدارهم، ومنين تبعتها لقيت الهضره اللي كيقولوا لي الناس صحيحه. ونفس المشكل الام هي اللي كتدخل كيف ما كتدخل دائما وكتفكها. فكاتها من خوها، ومن ديك النهار والمشاكل في الدار ولاو خوتها فين ما مشات تابعينها، حيت صافي ما بقاوش قادرين يسيطروا عليها. وفي نفس الوقت كانوا خايفين لا تمشي دير لهم شي فضيحه وتشوههم قدام الناس، خصوصا حيت كانوا عارفين باللي داك الولد اللي كتمشي معاه كان عنده سوابق والسمعه ديالو وديال العائله ديالو خايبه. ولكن اختهم ما كانش مسوقه ليهم، ما مسوقه حتى شي واحد من عائلتها، وكان كيهمها غير راسها. وفي هذه المده كامله نعيمه كانت محتفظه بواحد التليفون ومخبيه على عائلتها، وهو باش كانت كتهضر مع اسامه. هذا هو الولد اللي حصلها خوها داخله معاه لدارهم. ونعيمه ما كانش من داك النوع ديال البنات اللي كتراجع نفسها باش تعرف بلي راها غاديه في واحد الطريق اللي ما صالحاش وغادي تخرج عليها. بالعكس راسها كان قاصح بزاف وما كتسمح حتى لشي واحد. مع المده رجعت كتغفل خوتها وكتخرج من وراهم باش تلاقى مع هذا الشخص. وفي الوقت اللي كتعلم امها بانها غاديه للمدرسه ديال الحلاقه فعلا كانت كتمشي، ولكن كتدخل غير واحد ربع ساعه وكتخرج تمشي تلاقى مع اسامه. يعني حتى هاد الحرفه اللي تقدر تنفعها ها هي رجعت كتهاون عليها. المهم بقات نعيمه غاديه وكتمادى في التصرفات ديالها حتى وصل بها الحال فين غادي تقرر تجمع حوايجها وتمشي تعيش مع اسامه في دارهم. يعني السيده تحدث والديها وخوتها على قبل من على قبل واحد الشخص اللي شبعان سوابق وما عنده حتى خدمه اللي يقدر يعيشها بها، هو براسو كيصرفوا عليه والديه. وهكاك قبلت تهز حوايجها وتمشي عنده بلا خبر والديها، والجرأة انها مشات جلست معاه في دارهم بلا عقد الزواج. تخيلوا باه مسكين من يرجع للدار وسمع هذا الخبر، السيد طاح على وقفته بالسيف حيت ما رضاش قدام الناس ديال الحومه والجيران. شاف باللي بنته طيحات به، وباها كان معروف راجل مزيان داخل سوق راسو، وحتى من ولادو بثلاثه كانوا متخلقين وما كيدخلوش راسهم في المشاكل. هنا محمد ملي لقى بنته دارت هاد الكارثه الضغط كله ولا كيخرجوا في مراته، ولا يحاسبها على الكبيره والصغيره وعلى الفشوش اللي كانت كدير لبنتها، واعتبرها باللي هي السبب في هاد المصيبه اللي دارت ليهم نعيمه، حيت ما رباتهاش وما خلاتهمش يربيوها. كان كيقول لها شفتي الحاله اللي وصلتينا ليها والشوهه اللي دارتها لينا بنتك، نهار كنت كنقول لك غادي تخرجي عليها كتقولي لي ماشي شغلك، هذيك راها بنتي وانا عارفه اش كندير. اي ولا لا، هذيك البنت من اليوم ما انا باها ما هي بنتي، وما عمرها تعاود تحط رجليها في هاد الدار، حيت كوني متاكده نهار غنطلقها غادي نصفيها ليها. المهم من نهار مشات نعيمه ما رجعت لدارهم مده 7 شهور تقريبا،
واحد النهار في العشيه محمد ومراتو كيسمعوا الدقان في الباب، غادي يتفاجأ من بنته نعيمه واقفه قدامه. جات عنده باش تطلب منه السماحه وتعلموا بانها تزوجت باسامه على سنه الله ورسوله، ولكن باها غادي يقول لها ما عنديش البنت، بنت وحده راها مات شحال هادي ودفنتها وانتي ما كنعرفكش. من طبيعه الحال باها كان باقي معصب ومتاثر من داكشي اللي درت فيه، حيت دوك المشاكل كامله اللي عيشاتهم فيها ما غاديش يتنساو دغيا، لدرجه ما خلاش حتى تكمل هضرتها وسد عليها الباب في وجهها. ديك المده كامله كان محمد ساخط على بنته وما كانش باغي حتى يسمع سميتها، واستمر الوضع ديالهم على هاد الحال مده طويله، حتى لواحد الصباح فين نعيمه غادي تتصل بالام ديالها وهي في واحد الحاله خايبه بزاف، وغادي تقول لها عتقيني راني غادي نموت، وهو يتقطع الخط. فاطمه غير سمعت بنتها كتقول لها عتقيني الدنيا دارت بها، كيف ما كان الحال كتبقى بنتها. الام لبست جلابتها ومشات كتجري عند بنتها. منين وصلت للدار خرجت عندها الام ديال راجلها اللي سميتها خديجه، غتقول لها ياك لاباس شنو وقع لبنتي. هنا خديجه غتجاوبها بواحد الطريقه وهي مطيحه منها بزاف، بحال اللي محاملهاش حتى تهضر معاها. غادي تقول لها بنتك من الصباح وهي خارجه اش عندها ما يوقع ليها، انت حتى اليوم عاد جايه تقلبي على بنتك، وزيدون الا كنتي خايفه عليها ديها معاك. ما خلاتهاش تدخل حتى للدار، زعما تسنى بنتها حتى ترجع باش تشوفها وتطمئن عليها. ديك اللحظه فاطمه بقات غير كتشوف فيها، ما لقات باش تجاوبها، حيت كتشوف باللي بنتها هي اللي وصلته من هاد الحاله وبعت راسها رخيصه، هي اللي حطات والديها في هاد الموقف وخلات عائله راجلها يتعاملوا معاهم بهاد المعامله، يعني ولاو والديها كيحملوها المسؤوليه ديال هادشي كامل اللي كيوقع ليهم. من بعد هاد الهضره اللي دارت بيناتهم في الباب، فاطمه رجعت لدارها ولات كل مره كتهضر في التليفون وتصوني على بنتها، ولكن كتلقى نفس الحاجه، التليفون ديال البنت طافي العشيه كامله وهي على نفس الحاله، والتليفون كتلقاه دائما طافي، حتى تخرج لها وبقات تعاود ليه داكشي اللي وقع، ولكن هو ما معمرش راسو بهاد الهضره. الحاجه الوحيده اللي خسرها عليها ماشي سوقي في هادشي، بنتك راها عارفه اش كدير، تحمل مسؤوليتها. فاطمه بقات جالسه على نار، قلبها ما طوعهاش وحاسه باللي بنتها وقع ليها شي حاجه. بقات كتساين حتى طلع الصباح ديال النهار الثاني، مشات قدام الدار فين ساكنه بنتها وبقات واقفه كتراقب من البعيد، على الله تبان بنتها وتطمئن عليها، ولكن بلا فايده. بقات تقريبا 4 ديال الساعات ولا اكثر والو ما بان ليها الاثار. في واحد اللحظه غادي يبان راجل بنتها اسامه، وغتمشي لعندو وغادي تسولو على بنتها. قالت ليه فين هي نعيمه؟ من البارح وانا كنتصل بها كنلقى تليفونها طافي. وهو يصدمها بواحد الجواب ما كانتش متوقعاه. قال ليها بنتك هاد الصباح جمعت حوايجها ومشات بحالها، وانا ديك الساعه ما كنتش في الدار، اتصلت بيا غير في التليفون وقالت لي انا غادي نمشي بحالي باش نبدا حياه جديده، داكشي علاش من الاحسن نساني عليك وكل واحد فينا يشد الطريق. المهم غادي يقول لامها لقيتيني يلاه غادي نمشي نبلغ البوليس بهذا الشيء اللي وقع. هنا فاطمه غادي تزيد تخلع على بنتها، لان هاد الهضره ما دخلتش ليها لراسها، كانت حاسه بلي راجل بنتها بحال كيكذب عليها باش يخبي شي حاجه. كيفاش هاد البنت ما بين ليله ونهار قرات تهز حوايجها وتسمح في راجلها، خصوصا هي سمحت في والديها على قبله. منين عاودت لي على الاتصال اللي اتصلت بها بنتها وقالت ليها عتقيني راني غادي نموت، هنا السيد اللون ديال وجهه تخطف وغادي يقول لها انا ما عارف حتى شي حاجه على هذا الموضوع وما فراسي ما نعاود. ديك الساعه تاكدت باللي بنتها واقع عليها شي حاجه كبيره وراجلها مخبيها عليها. هنا فاطمه مشات عند راجلها مره اخرى وعاودت لي هادشي اللي وقع معاها. قالت لي غادي تمشي معايا دابا عند البوليس باش نبلغوا على اختفاء نعيمه، حيت انا ما متيقاش الهضره اللي قال لي راجلها. مره اخرى راجل فاطمه رفض يمشي معاها، حتى بقات كتغوت عليه وتضغط عليه، ومنين كثرت عليه بزاف غادي يقول لها صبري اليوم وغدا ان شاء الله الا ما بانتش ديك الساعه نمشيو عند البوليس. فعلا داكشي اللي وقع. فاطمه على الصباح صبحت عند دار راجل بنتها كتسول على نعيمه، نفس الهضره كيقولوها ليها باللي بنتها جمعت حوايجها ومشات. ديك الساعه امها كتمشي عند راجلها وكيتوجهوا نيشان عند البوليس، علموهم داكشي كامل اللي وقع معاهم، من الاتصال اللي اتصلت بها بنتها وقالت ليها عتقيني راني غنموت، لحتى فاش مشات عند راجلها وعائلته للدار وعلموها باللي بنتها هزات حوايجها ومشات وما عارفينهاش فين زادت.
يعني البنت هذه أكثر من يومين وهي مختفية. من بعد ما استمعوا ليها البوليس غادي يقولوا ليها راه غير البارح جا راجلها وبلغ على اختفاء بنتكم وقال لينا بلي هربت من الدار، ولكن امها غتقول لهم غير قبل بنهار ما يبلغ عليها تما فين اتصلت بها بنتها كتطلب منها تعتقها، ومباشرة قطعت المكالمة. المهم البوليس من بعد ما سمعوا العائلة المختفية وطابقوا الأقوال ديالهم مع الأقوال اللي صرح بها راجل بنتهم، هنا غيلاحظوا باللي كاينه شي حلقة مفقودة في هذه القضية. خصوصا البنت ما يمكنش ما بين ليلة ونهار هكاك بوحدها غير ما قال ليها راسها نوض تهز حوايجها وتزيد. حتى فاش سولوا راجلها واش ناض بيناتكم شي خصام ولا ضربتيها زعما داكشي علاش جمعت حوايجها ومشات غضبانه، انكر قال لهم هادشي ما كاينش. اذا شنو السبب اللي غادي يخلي البنت تقرب بين ليلة ونهار تسمح فيك؟ البوليس بحكم انهم كانوا عارفين اسامه عنده سوابق دخلهم الشك، وبحال والو يكون هو اللي من مور الاختفاء ديال مراته. هنا الحل الوحيد اللي بان لهم قرروا يستدعيو عائلته باش يعرفوا شنو تحت راسهم وشنو الاقوال اللي غيدليو بها في اختفاء مرات ولدهم. استدعاو الام هي الاولى، من بعد ما مشات لعندهم سولها العميد قال ليها كيفاش كانت علاقتك مع مرات ولدك، وهنا فين غادي تقول لهم البنت ما كانش السلوك ديالها مزيان، كانت خفيفه بزاف وكانت باغيه تعيش اكثر من المستوى ديالها وما كانش كتقنع، وهي عارفه الولد ما كانش خدام وهكاك لصقات فيه، وانا في الاول ما كنتش باغيها، غير ولدي الله يهديه هو اللي ضغط عليا باش يتزوج بها، ها هي في الاخر سمحات فيه وهربت مع شي حد اخر لقاتو لاباس عليه، حيت هي اصلا قبل ما يتزوج بها كانت السمعه ديالها ما مزياناش وكل مره مع واحد، راه غير ولدي اللي جمعها. يعني هنا ولات السيده كتضرب حتى في السمعه ديال البنت. ومنين سولوها شكون قال لك هاد الهضره ديال هربت مع شي حد اخر، غتقول لهم ولدي هو اللي قالها ليا. من خلال الهضره ديال هاد السيده لاحظوا البوليس باللي كتهضر على مرات ولدها بواحد الطريقه كتبين باللي ما كتحملهاش وحاقده عليها، وهذا الشيء بالنسبه للبوليس كان دافع قوي اللي يخليهم يتخلصوا منها. المهم ملي بحثوا مع عائله راجلها كاملين حتى هما اكدوا لهم نفس الهضره باللي البنت كانت خفيفه وماديه، ومن بعد ما تعرفت على شي حد لاباس عليه هربت معاه. ولكن البوليس من يرجعوا استدعاو عائله نعيمه نفاو هاد الهضره كامله اللي قالوها عائله راجلها في حق بنتهم، وغيقولوا باللي كون كان بنتهم باغيه الفلوس من الاول ما تزوجش به من ورا ظهرنا وبلا علمنا، لان حنا كنا رافضين هاد الزواج ورافضين تكون عندها علاقه بهاد الشخص. حنا كنا باغيينها تكمل قرايتها وتضمن مستقبلها عاد ديك الساعه تفكر في الزواج، ولكن للاسف البنت دار داكشي اللي في راسها. هنا البوليس غادي ينتقلوا ويسولوا حتى الجيران اللي ساكنين حدا الدار ديال اسامه، كانوا كيسولوهم على نعيمه، وهنا فين غيعلموهم الناس تما باللي البنت كانت كتعرض للعنف بزاف من جهه راجلها، وقالوا لهم بلي كان دائما كيضربها وكيتعدى عليها وتقريبا يوميا كيسمعوا غواتها من الزنقه. واحد البنت كانت صاحبة نعيمة حتى هي كتسكن في نفس المكان غادي تقول لهم باللي نعيمة كانت كتشكي دائما من عجوزتها وباللي كانت كتحرش عليها ولدها دائما باش يضربها. ولكن البنت شكون اللي كان مصبرها على هذا الشيء كامل؟ مادام دايز عليها تماره والقهره علاش ما تفرقش مع هذا الراجل؟ شنو اللي مصبرها؟ صاحبة نعيمة غتقول لهم باللي شحال من مرة بغات ترجع لدارهم ولكن الاب ديالها كان رافض نهائيا ترجع عنده للدار، حيت من الاول دارت داكشي اللي في راسها ومشات بلا خبارو، هادشي اللي خلاها ما ترجعش. كتقول صاحبتها باللي نعيمة كانت كتعاود ليها كلشي، كتقول لهم باللي واحد النهار كنت مشيت عندها ولقيتها كتبكي تما فين قالت لي درت اكبر غلط في حياتي منين تزوجت بهذا الشخص وسكنت معاه في دارهم، حيت اسامه كان كيتكرفس عليها، وعاودت ليه باللي تقريبا يوميا كان كيضربها وعاد كان كيتعاطى المخدرات من الفوق، ومن فوق هادشي كامل زايدها الام ديالو بتماره والمعامله الخايبه، حتى قهروها حيت كانت عارفه باها ما غاديش يقبلها، يعني ولات كتشوف راسها ما عندهاش فين غادي تمشي. من بعد ما سمحوا البوليس لجميع الاطراف هنا بداو كيربطوا الاحداث مع بعضياتهم حتى توصلوا لواحد جوج احتمالات اللي هما يا اما البنت تكون فعلا تماره والعنف اللي تعرضت لهم من طرف راجلها وعائلته خلاوها تهز حوايجها وتهرب، يا اما الاختفاء ديالها يقدر يكون من موراه شي شبهه جنائيه. هنا اش غيديروا البوليس؟
غادي يرجعوا للحومه اللي كانت ساكنه فيها نعيمه مع راجلها، وغادي يمشطوا ديك المنطقه كامله كيشوفوا واش كاينين شي كاميرات المراقبه بالضبط في ديك الحي اللي ساكنه فيه عائله راجلها ولا لا. ولحسن الحظ غيلقاو واحد لافاج في نفس الحومه داير كاميرا ديال المراقبه شاده على المحل ديالو من برا، ولقاو واحد البقال برا المحل. المهم مباشره البوليس خداو تصريحات من النيابه العامه ودازوا لهاد المحلات كيفرغوا في التسجيلات ديال الكاميرا، ورجعوا بالضبط النهار اللي ذكرت لهم الام ديالها باللي اتصلت بها بنتها فيه. ديك النهار غادي يبان لهم اسامه خارج من الدار مع جويه 9:37 دقيقه ديال الصباح، ومع 10:50 دقيقه بالضبط شافوا نعيمه جات عند هاد السيد للحانوت تقدى شي حاجه ودخلت للدار. التسجيلات اللي كانت عند مول لافاج كانت شاده حتى باب الدار اللي كانت ساكنه فيها نعيمه. منين تفرجوا ليهم كاملين غادي يلقاو البنت تقدات من الحانوت ودخلت للدار، ولكن غيلاحظوا باللي نعيمه من تما ما عاودت خرجات. في ديك اللحظه الشكوك كلها بدات كتوجه لراجلها ولعائلته، حيت بحال والو البنت لحد الساعه تقدر تكون باقا في الدار. هنا اش غيديروا البوليس؟ ديك الساعه مشاو هزوا اسامه والام ديالو وحتى اختو اللي كانت ساكنه معاهم في الدار باش يبحثوا معاهم واحد بواحد. طبيعة الحال هاد المرة البحث معهم غادي يكون بشكل آخر كمشتبه بهم في اختفاء نعيمة. واخا داروا معاهم استجواب طويل بقاو هاد العائلة متشبتين بالأقوال ديالهم باللي هما ما عندهم حتى علاقة بالاختفاء ديال نعيمة. واخا البوليس وراهم التسجيلات باللي البنت ما خرجتش من الدار، نكروا وبقاو كيعاودوا لهم نفس الهضره. ملي شافوهم ما غاديش يقروا ليهم بديك السهوله اللي كانوا متوقعينها، هنا دازوا معاهم البوليس لطريقه اخرى ديال الاستجواب، زيروا معاهم الصمته مزيان باش يعترفوا ليهم بخاطرهم. وفعلا من بعد ضغط كبير في الاخر نهارت اسامه واعترفت لهم باللي هي اللي قتلت مرات ولدها بالمساعده ديال بنتها. كيفاش وعلاش قتلاتها؟ غادي تقول لهم خديجه باللي هي ما كانتش ناويه تقتلها. في هذاك النهار اللي وقعت فيه الجريمه ولدها ما كانش اصلا بيت في الدار. فعلا في ديك الصباح نعيمه مشات تسخر الحانوت على اساس غادي تجيب التيد باش يصبنوا الحوايج. المهم نعيمه منين رجعت للدار بدات كتناقش هي ولوستها على الصابون، وحده كتقول الاخرى انت اللي فيك النوبه وانت اللي غادي تصبني. ولاو كلمه من هنا كلمه من لهيه حتى تطور النقاش بيناتهم، وناضت نعيمه صرفقات لوستها. الاخرى اش غادي دير؟ ناض ضربتها. وكبر الدباس، العجوزه هزاتها النفس على بنتها وناض تحامت معاها عليها، ولاو بجوج فيهم كيضربوا فيها. نعيمه ملي شافت راسها ما غاديش تقدر عليهم بجوج هربت منهم ومشات كتجري شدات عليها في بيتها. ويمكن تما فين اتصلت بالام ديالها فاش قالت ليها عتقيني راني غادي نموت. بحال والو البنت يلاه دوك جوج كلمات اللي قالت ليها وتقادت ليها التعبئه ولا ديشارجا ليها التليفون. ديك الساعه بقات خديجه وبنتها كيتسناو حتى دخل راجلها. منين تخرجها للدار تما فين غتقول ليه مو راه مراتك تكرفصت عليا وضربتني انا واختك. السيد غير سمع باللي مرتو ضربات مو جهل وبدا يضرب في داك الباب حتى فرعها، ودخل وبدا كيضرب فيها وزاد تمو وختو حتى هما كيتحاماو معاه على نعيمه. ولاو بثلاثه بهم كيضربوا فيها لدرجه ما طلقوها حتى كانت توفات. من طبيعه الحال ما غاديش تحمل داك الضغط كامل، شي كيصدم ليها على راسها شي كيركلها شي كيضربها، المهم تكرفسوا عليها ديال بصح. ملي لقاوها ماتت ما فهموا والو، في الاول كانوا خايفين لا شي حد يعرف هاد الكارثه اللي داروا ويمشيو يغبروا في الحبس حياتهم كامله. هنا جلسوا كيفكروا كيفاش يخبعوا هاد الجثه باش ما تعطيش الريحه ويشموها الجيران على ما يلقاو لها شي حل ويتهناو منها في مره واحده، حيت ما لقاوش كيديروا يخرجوها، خصوصا هما في منطقه شعبيه دار حدا دار ودائما الرواج واخا بالليل كتكون الحركه مازال. المهم من بعد تفكير طويل قرروا يديروها في الكونجيلاتور اللي عندهم في الدار باش ما تعطيش الريحه في ديك المده على ما تهدى الامور ويقدروا يخرجوها ويدفنوها في شي بلاصه. واتفقوا باش يالفوا هاد القصه باللي نعيمه هربت مع شي واحد باش يبعدوا الشبهات على راسهم. وفي النهار الثاني اسامه مني شاف الام ديال نعيمه مشات لعندو كتسولو على بنتها وعاودات ليه باللي اتصلت بها، قال ليها يلاه لقيتيني غادي نمشي نبلغ البوليس، حيت خاف تمشي قبل منه وتبلغ عليه ويصدقوا متهمينه.
منين انتقلوا البوليس للدار ديالهم وقلبوا الكونجيلاتور اللي عندهم في الدار، غادي يتصدموا بالجثه ديال الضحيه باقا فيه. كانت هذه هي الاعترافات الكامله ديال المتهمين بثلاثه. من بعد ما تحال الملف ديالهم على المحكمه، تحكم عليهم ثلاثه بهم بالسجن المؤبد. الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول على هذه القصه هي القناعه. فاش الله سبحانه وتعالى كيرزقك الذريه وكانت فيها غير الاولاد، يحمد الله ويشكره. وكذلك الا كانت عندك فيها غير البنات، يحمد الله ويشكره على النعمه اللي رزقوا بها الله. لان ربما داك الولد اللي انت كتقلبي عليه ولا البنت اللي انت كتقلبي عليها ما عندك فيها خير. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وكذلك ما ننساوش الفشوش بزاف في التربيه، كيولد سلوك عدواني عند الاطفال وكيأثر سلبا في تربيه الطفل. وكنتمنى هذه القصه هذه تكون عبره لبزاف ديال الناس. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.